سلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن واحد من أكتر الأمراض الجلدية الفيروسية شيوعا وخصوصا بين الأطفال في المدارس، اللي هو الجديري المائي. الجديري المائي عدوى فيروسية سريعة الانتقال، وده ليه؟ لأنه بيتنقل عن طريق الجهاز التنفسي، يعني عن طريق النفس أو الرذاذ والعطس والكحة، وده اللي بيخليه يتنقل بسرعة كبيرة وخصوصا بين الأطفال في المدارس أو أي أماكن فيها تجمعات. أعراضه بتكون عبارة عن ارتفاع في درجة حرارة الجسم 38 درجة أو أكتر، معاها طفح جلدي. الطفح الجلدي أول ما بيظهر على الوجه والصدر والظهر، وبعد كده بينتشر لباقي أجزاء الجسم. بيكون عبارة عن إيه؟ عبارة عن بقع حمراء ومعاها بثور صغيرة أو بقاليل صغيرة فيها سائل شفاف. بعد كده بتدبل وبتديني قشور لونها غامق، بيكون معاها إحساس بالحكة وبالشكشكة، بيكون كمان معاها صداع وهمدان في الجسم وتكسير وفقدان في الشهية. خلي بالكوا انه الشخص المصاب بيكون معدي من قبل ظهور الطفح بيومين، وبيفضل معدي لمدة أسبوع بعد زوال الطفح. الشخص المصاب زي ما كلنا عارفين ما بيحصلوش العدوى دي مرة تانية، يعني بيفضل محصن من الفيروس مدى الحياة، ولكن بيكون عرضة للإصابة بالحزام الناري اللي بيسببه نفس الفيروس. وده ليه؟ لأنه الفيروس بعد الشفاء ما بيسيبش الجسم، ولكن بيفضل مستخبي جوه الخلايا العصبية، وممكن بعد سنين يعاود نشاطه مرة تانية ولكن في صورة الحزام الناري. قلنا انه طريقة انتقال العدوى عن طريق الجهاز التنفسي. طيب، هل في طرق تانية لانتقال العدوى؟ ممكن تحصل عن طريق ملامسة الطفح الجلدي. عشان كده لازم نكون حذرين واحنا بنحط الدهانات الموضعية اللي بيوصفها لنا الطبيب للشخص المصاب بالعدوى. فترة حضانة الفيروس بتكون من أسبوع ل3 أسابيع قبل ظهور الأعراض على الشخص المصاب. لو عايزة تعرفي ايه هي عوامل الخطورة، ايه هي المضاعفات والعلاج، تابعينا في الفيديو اللي جاي، وما تنسيش تدعمينا بلايك وشير وسبسكرايب. دمتن جميلات.